تعليق جالي قال لي ازاي مربيه فراخ بيضه في البلكونه، يعني بالنسبه ان هي ما بتستحملش البروده. بصي يا سيدي، انا كنت عند ماما، فكانت في واحده ست اسمها ام محمود بتجيب لها الطيور عموما، كان جايبه لها 5 تجواز، فقلت لها خلاص انت خدي 3 تجواز وانا هاخد جوزين. وغيرت كانت السلاكه. بصوا لو خلوا بالكم، انا ظهرها هنا في الحيطه مفيش تيار هواء، بعدت تيار الهواء عن الدجاج. كمان حطيت، انا عندي هنا الشمس تقريبا على طول في البلكونه، اول ما بتغيب الشمس بحط، بس هو دلوقتي خلاص كبروا يعني كده بقوا كويسين، بس وهم صغيرين كنت بحط لمبه 100 واط. بس هو اللي مات مني نتيجة كنت جايبة الكتاكيت طبعا أصغر من كده، فرجله اتحشرت في السلاكة، ما حسيتش بيه غير تاني يوم الصبح وهو ميت ورجله محشورة. فنراعي ان احنا نحط فرشة لو احنا جايبين كتاكيت صغيرة. بالنسبة بقى لل3 جواز اللي كانوا عند ماما، اتكلوا إلى رحمة الله. ليه بقى؟ لأن نتيجة ان هي ما حطتش لمبة، وهي بتربي على طول فراخ بس بتربي أكتر بلدي يعني، فاعتمدت ان المكان متقفل فما حطتش لمبه، فبردوا جزء منه برد والجزء الاولاني العرسه اكلته. فبرضو مهم جدا ان انت تخلي بالك مكانك فيه عرس ولا لا، تأمن من العرس، على الاقل تحط مصيده لو المكان عندك فيه عرس.